أنا دكتور أوليوم، خبير العناية بالبشرة والشعر، ولو فاكرة إن غمقان الركبة ملوش حل يبقى الفيديو ده هيغير رأيك في دقايق. اسمرار الركبة مش عدم اهتمام، ده بيحصل بسبب احتكاك مستمر وجفاف وتراكم خلايا ميتة، وعشان كده الغسيل لوحده مش كفاية، بالعكس ده ممكن يزود المشكلة. الحل الصحيح بيعتمد على 3 خطوات: تقشير خفيف، ترطيب عميق، تفتيح تدريجي. أفضل زيوت بتساعد على تفتيح الركبة: زيت الليمون بيساعد على تفتيح اللون. أنا زيت الليمون لمسة الانتعاش، أحارب البكتيريا وأسيب ريحة نظيفة منعشة وأخلي البشرة تبان أفتح وأنقى. زيت الكركم بيقلل التصبغات ويوحد اللون. أنا زيت الكركم طبيعي وقوي، بقلل الاحمرار وبخلي الجلد مرتاح، كمان بوحد لون البشرة وأفتح شوية. زيت العرق سوس من أقوى الزيوت للتفتيح. أنا مش سحر، أنا مليان مواد بتقلل التصبغات وبتوحد اللون. استخدميني بانتظام وركابك هتبدأ تفتح وتلمع بهدوء. زيت اللوز بيرطب ويغذي. أنا الحل اللي بيشتغل بجد، ترطيب مش وعود فاضية، دي نتيجة بتتبني مع الوقت. كملي معايا وهتفهمي الفرق. الخلطة: 5 نقط زيت ليمون، 5 نقط زيت كركم، 10 نقط زيت العرق سوس، معلقة صغيرة زيت لوز حلو، ونقلبهم كويس.